قسد الإرهابي تستهدف مستشفى الرازي، إصابات في صفوف المدنيين، قنص عنصرين من عناصر دفاع المدني أثناء تواجدهم في مدينة حلب. اطلع يا حبيبي، اطلع 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 اطلع. عيني وما يعيني بني عوي، من البدايه قلنا لكم انتم مو كفو، ليش تورطون نفسكم يا قلبي؟ لا، لازم شمال شرق سوريا يصير صديق. اطلع مره اخيره، اطلع. عيني وما يعيني بني عوي، وبالسلامه اغاتي. عيني وماي عيني، اللي اسمه الناهي عراقي الجنسية، مساوي السوريين محتوى كرمال يطلع ترند وكرمال يكسب لايكات عليهم. ما بعرف انت ايش خصك بالسوريين لحتى تظل تنشر عن السوريين؟ مضغوط من سوريا 24 ساعة تنشر عن السوريين. هسه ادخلوا على محتواه وشوفوه، كله محتوى هابط جدا للغاية ومستلم السوريين. انا مو فزعل جميل الحسن، جميل الحسن صح سوري وعم ينقل اخبار سوريا بالشمال السوري وبجميع أنحاء سوريا، له مواقف جميلة وله مواقف سلبية، لكن هذا الناهي عراقي الجنسية، مع احترامي لكل أخوتنا العراقية الشرفاء بين قوسين، الشرفاء ينحطون تاج على راسي. كل عراقي حر شريف يحب السوريين وما عنده أي شيء يخص العنصرية، لكن هذا الناهي ما عيني وما عيني، ما بعرف إيش، محتوى هابط ومستلم السوريين 24 ساعة، يريد يطلع ترند ما بعرف كيف. كل شغله وانه منزل بيها السوريين بس كرمال يطلع ترند، لك حتى ذكر اسمنا يطلعك ترند يا ناهي. ما بعرف، وجهوا رسالة للناهي واكتبوا لي آراءكم بالتعليقات، ايش رأيكم هذا اللي اسمه الناهي عيني وما عيني؟ لك حتى منظرك مو منظر تيك توكر. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.